في خبرين، والخبرين دولت ممكن يفرحوا بعض جماهير الزمالك وممكن يزعلوا بعض جماهير الزمالك. الاول كده، انت عرفت ايه اللي حصل في قضيه المستشار مرتضى منصور؟ احب اقول لك لحد دلوقتي ان مفيش اي موقف حصل، وان القضيه شغاله، وان المفروض المستشار يتحبس شهر. طب انت عارف طبعا ان اذا كان الرئيس اتحبس شهر يبقى خلاص ما ينفعش يرجع تاني لرئاسه نادي الزمالك، ده المعروف في قانون الجمعيه العموميه بتقول كده. لكن احب اقول لك ان المستشار مرتضى منصور بعت لمجلس اداره نادي الزمالك بان احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور مش هيقدموا استقالاتهم، وده بسبب ان المستشار هيرجع تاني لرئاسه نادي الزمالك بعد شهر. ايه ده؟ هو ايه اللي هيحصل يعني؟ احب اقول لك ان الموضوع ممكن يطلع بجد، وان القانون الجمعيه العموميه بالكامل ممكن يتغير، والمستشار مرتضى منصور يرجع تاني لرئاسه نادي الزمالك. ليه يا عزيزي؟ يا عزيزي ده المستشار مرتضى منصور اللي بيغير قانون اي حاجه زي ما هو عايز. طبعا احنا عارفين، لان اخوات الزملكاويه طلعوا قبل كده وقالوا ان المستشار مرتضى منصور بيعمل لصالح نادي الزمالك. احب اقول لك يا صديقي ان نادي الزمالك كله يعمل لاجل مرتضى منصور وولاده احمد وامير. ازاي لما انا اغير القانون نفسه، قانون بيمشي على كل العالم او كل الدنيا، ويجي يتغير عشاني انا كمستشار مرتضى منصور؟ ليه؟ عشان عزبتي. طبعا العزبه هي نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك دلوقتي هتطلع تقول انت بتفتري على المستشار. احب اقول لك والله الكلام ده مش من عندي، الكلام ده جاي من صحافة وناس طالعه بالانباء دي من مجلس اداره نادي الزمالك. يعني الكلام ده متسرب من مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك اللي لحد دلوقتي ما حدش عارف هو مين الرئيس المؤقت لحد ما يرجع المستشار مرتضى منصور. احب اقول لك يا صديقي ان الرئيس المؤقت ولا وهدان ولا لطيف، الرئيس المؤقت هيكون احمد مرتضى منصور. ايه ده؟ احمد مرتضى منصور؟ احمد مرتضى منصور. ما احمد مرتضى منصور دلوقتي في مجلس الاداره، فيحق ليه ان هو يترشح لمنصب الرئيس المؤقت. لا، خد الجديده كمان، احمد مرتضى منصور احتمال كبير قوي يكون هو الرئيس الاساسي لنادي الزمالك في الانتخابات القادمه. ايه ده؟ احمد مرتضى منصور؟ امال ازاي الاكبر سنا؟ لا مفيش اكبر سنا، ده ما فيش الكلام ده. القوانين لا تسري ولا تسير على خطى اعضاء نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك بسبب مرتضى منصور واولاده. يطلع بعض جماهير نادي الزمالك دلوقتي يقولوا وكان الكابتن محمود الخطيب ريحنا كلنا وتنزل على القضيه. احب اقول لك يا صديقي لو انت مكانه ما كنتش عملت كده. صدقني لو انت في الموضع بتاعه لا جاب سيرتك وسيره اهلك وشرفك ما كنتش هتتنازل ولو ثانيه واحده او تتردد في ان انت تاخد حقك، لان ده الحق. وفي الاخير يا اخواتي احب اقول لنادي الزمالك العزبه بتاعت مستشار مرتضى منصور واولاده، تحياتي ليكم وبالتوفيق القادم. سلام عليكم.